بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. في البداية دعواتكم لأهلنا في فلسطين، دعواتكم لأبائنا وأمهاتنا وإخواننا اللي توفاهم الله، ربنا يجمعنا بهم في جنات النعيم، ودعواتكم لكل مريض بشفاء العاجل بإذن رب العالمين. يا ريت كل الناس اللي بتشوفنا تعمل لايك، واللي بيتابعنا لأول مرة يشترك معانا بالقناة، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة الخاصة بالقناة، ومنتظر تعليقاتكم على كل الموضوعات اللي هنتكلم عنها بإذن رب العالمين. نبدأ مع النادي الأهلي وقائمة مباراة اليوم. كل التوفيق للنادي الأهلي بإذن رب العالمين. قائمة مباراة اليوم للنادي الأهلي ضمت كل من مصطفى شوبير، طبعا مباراة الأهلي والجونة الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة، بسبب يعني احنا دخل مباراة لعب في أول أيام رمضان، عضاها الله عليكم بالخير واليمن والبركات، ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، الصلاة والقيام والصيام بإذن رب العالمين، اللهم آمين. قائمة النادي الأهلي لهذه المباراة: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، ياسين مرعي، أحمد رمضان بيكهام، محمد علي بن رمضان، ياسر إبراهيم، كمويش، محمد شريف، مروان عطية، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، يوسف بالعمري. هادي رياض بيدخل القائمة لأول مرة، إمام عاشور، ديانج، عيد، أحمد عيد، مروان عثمان، كريم فؤاد، هاني، محمد هاني، أحمد نبيل، كوكا. يعني بنلاقي هنا خرج عمرو الجزار مش موجود، وهادي رياض موجود. نتمنى كل التوفيق للنادي. طبعا مواعيد النادي الأهلي في شهر رمضان كالتالي: الأهلي هيلعب النهارده مع نادي الجونة الساعة 9:30، دي الجولة ال 18، وهيلعب في الجولة ال 19 يوم 23 مع سموحة، ويلعب يوم 28 في الجولة ال 20 مع النادي الأهلي. السبت مع زد، هيلعب مع زد يوم 28 في الشهر الجاري، وهيلعب يوم 5 مارس مع المقاولين العرب، وهيلعب بإذن رب العالمين يوم 9 مارس مع طلائع الجيش، مباراة مؤجلة من الجولة ال 15 الساعة 9:30 أيضا. والأهلي بقى في مباريات النصف أو ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد القرعة اللي ألقت بالترجي التونسي في طريق النادي الأهلي، وإن شاء الله النادي الأهلي يعبر الترجي التونسي ويتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. مباريات ربع النهائي: مباراة الذهاب هتتلعب أحد أيام 13 أو 14 أو 15 من شهر مارس القادم، يعني في شهر رمضان أيضا. كل التوفيق للنادي الأهلي بإذن رب العالمين. نادي الزمالك والمؤامرة الكونية: خد يا سيدي، عندك واحد مؤامرة على نادي الزمالك. الزمالك مديون لطوب الأرض، عارف؟ الزمالك مديون للضرائب، الزمالك مديون للأوقاف، الزمالك مديون لاتحاد كرة القدم، الزمالك مديون لهيئة استاد القاهرة، الزمالك مديون للكهرباء، الزمالك مديون لكرة الطائرة، اتحاد كرة الطائرة، الزمالك مديون لاتحاد كرة السلة، الزمالك مديون للكل كليلة. ومع ذلك الديون بتتجدول مره واثنين وثلاثه. يعني ايه بتتجدول مره واثنين وثلاثه؟ اتحاد الكره المصري حتى الان مش عارف يحصل على نادي الزمالك المديونيات اللي من 3 4 سنين، ولما يتزنق يقول لك طب احنا هنجدول، فما الزمالك ما يدفعش، الزمالك يجيب لعيبه ويأيد لعيبه، طبعا موقف قيده الفتره دي، فيجيب لعيبه ويأيد لعيبه والفلوس القديمه والجديده دي يقول لك نجدول تاني ونقسط تاني ونعمل تاني. نفس الحال مع اتحاد كره الطائره. اتحاد كره الطائره بعت جواب لنادي الزمالك النهارده، المدير التنفيذي حسن موسى، المدير اتحاد الكره المصري لكره الطائره السيد الفاضل لواء حسن موسى، تحية. المهم يعني قال لك ايه: وحيث ان الاتحاد لا يدخر جهدا في دعم ومسانده اتحاد كره الطائره، الخطاب اللي مرسل امبارح 18/2/2026 لنادي الزمالك يقول لك: وحيث ان الاتحاد لا يدخر جهدا في دعم ومسانده نادي الزمالك على كافه الاصعده، ومؤخرا قام الاتحاد بالتعاون مع نادي الزمالك حول سداد المديونيات المستحقه للاتحاد وقيد اللاعبين حتى تمام السداد. يعني احنا جدولنا وعملنا وبتاع لحد ما تسدد، واللاعيبه بتاعتك هتتأيد لحد ايه ما تكمل السداد في المواعيد اللي احنا. فضلا عن ان الاتحاد المصري للكره الطائره على مدى 3 سنوات مضت وحتى الان اتسم بالمرونه مع نادي الزمالك بشأن سداد المديونات من 3 سنين فاتوا. احنا ماشيين معاكم
مرنين معاكم، انتم مديونين من 3 سنين واحنا مديونين مرنين معاكم، بتدفعوا اللي بتدفعوه. وحيث انه لم يصلنا حتى الان اي رد من وزاره الماليه ووزاره الشباب والرياضه او نادي الزمالك حول مبلغ مديونيات الضرائب وفقا ضرائب على نادي الزمالك واللعيب يعني بيسجل لعيبه وضرائب، الضرائب بتاخد نسبه، لكن وفقا للخطابات المرسله باعتبار مبلغ الضرائب مستحقات على نادي الزمالك لدى مصلحه الضرائب، وحيث أن المديونية المستحقة على نادي الزمالك 16 مليون و600 16 مليون و68 ألف 275. ده قال لك دي المديونيات اكتر من 16 يعني 16 ونص، اكتر من 16 ونص. فقال لك ايه؟ وحيث ان الاتحاد مؤسسه رياضيه كامله لها حقوق وعليها واجبات وترعى منتخبات عديده مما يتطلب الامر سداد المستحقات الواجبه للاتحاد فضلا عن سداد الضرائب المقرره، لذا يرجى التفضل بالاحاطه نحو سداد مبلغ المديونيه وفقا للجدول الاتي. قال لك ايه؟ قبل المشاركه في نهائي كاس مصر للرجال، قبل الزمالك ما يشارك كاس مصر يدفعوا 4 مليون و17 الف. حلو. وقبل المشاركه في نهائي كاس مصر للسيدات في النهائي يدفعوا 4 مليون 4 مليون زيهم. وقبل المشاركه في نهائي السوبر رجال يدفعوا كمان 4، وقبل المشاركه في نهائي السوبر سيدات ده كره الطايره السوبر سيدات يدفعوا كمان المبلغ كده، يبقى انت دفعت 16 68 الف، 16 مليون 68 الف قسطهم لك على 4 اقساط. تجنبا ليه بقى؟ لو انت تجنبا للمشاركه في المباريات بعدد 9 لاعبين فقط في كافه المراحل السنيه حتى نهايه الموسم لحين سداد كامل المديونيه المستحقه على المرسل لسيادة. ويطلع واحد زملكاوي طيب يقول لك الزمالك بيتحارب على كافه المستويات. طب هو لو بيحاربك بيقول لك من 3 سنين وانا بتسم بالمرونه معاك، ده اتحاد الطايره، اتحاد السله، واتحاد كره القدم، والضرايب، انت ليك تقريبا كنت طلعت وقالوا المندوب الحسيني وكان هشام نزار تخطط المليار ديون سياديه، ديون الدوله سياديه، تعدت المليار جنيه ضرايب على نادي الزمالك. ويجوا على الدوله مش واقفه جنبنا، دولة ما بتساعدناش، الاتحادات كلها واقفة ضدنا، الاتحادات كلها والدنيا لو واقفة ضدكم اقف. النادي الاهلي دافع كام، ونادي الاتحاد دافع كام، ونادي الاسماعيلي دافعين كام، الزمالك يدفع زيهم، كله ده الحد الادنى. انما النادي الاهلي كان ايام عمرو الجنايني لا مش هنقيل لك كهرباء غير لما تدفع المديونيات اللي عليك. طب الزمالك صدق اكتب لي شيك ان انت ولما تيجي الفلوس ابقى اخصمها، والفلوس جت وخدها من بره، ولما جه هنا بوليده ولا احمد جاب لهم الفلوس من بره، جاب لهم الفلوس من بره ما دخلتش على الاتحاد. ويجي واحد يقول لك اصل احنا ضدنا الزمالك يكسب، يطلع خالد الغندور يقول لك اعجاز انجاز، يكسب كهرباء الاسماعيليه يكسب اعجاز انجاز. الزمالك يكسب كهرباء الاسماعيليه يطلع طارق السيد يعمل فيديو وبعد كده ينكر، يقول لك الاهلي سرق لاعبتنا وسرق الشعارات بتاعتنا، يقول لك الاهلي بمنحدر، لا ده الشعار ده بتاعنا، والزمالك بمنحدر. شفنا النهارده الزمالك عمل ايه مع كهرباء الاسماعيليه، يخسر الزمالك ينسوا بقى الزمالك بمنحدر وينسوا الاعجاز ما يقولوش ان الزمالك وحش ولا سيراميكا جيد، لا ده المؤامره. اتحاد الكره ضدنا، والتحكيم ضدنا، والمواعيد ضدنا، وارض الملعب ضدنا، والكاف ضدنا. مش كنتوا يا عم بتقولوا الاهلي سارقوا وانتوا بتوع منحدر؟ ولو ان الشعار بتاعنا من زمن الزمن ومن قديم الازل الشعار بتاع النادي الاهلي، لكن فين يا عم طارق الزمالك بمنحدر؟ طب ما هو حاضر اهو الزمالك وكان موجودين برضه بمنحدر، والنجوم كلهم رجعوا، احمد حمدي رجع، عمر جابر رجع، بن طايك لعب، الجزيري لعب، شحاته موجود، عبد الله السعيد موجود، كل دول موجودين، كل هؤلاء موجودين يا عم. يعني اللي غايب حضر، اللي غايبين حضروا، والنتيجه ايه؟ النتيجه بتخسر من سموحه. ما تقولش بقى ان انا سيء او لاعبتي سيئين او ما كناش او المدير الفني لم يكن موفق، لا انتوا زي الفل يعني على طول. انت بالنسبه في عيون جماهيرك وجماهيرك احنا زي الفل، المشكله مش عندنا، المشكله عند الاخرين اللي كلهم منتظريننا نقع. طب اللي عايز يوقعك ده ما وقعكش ليه في كهرباء الاسماعيليه؟ كان جايب لك حكم وقعك. ما وقعكش ليه في ماتش سموحه ان انت المفروض بتوع ضربات التحكيم وبتلوم التحكيم؟ سموحه له ضربتين جزاء، لا هقول واحده، والكره بتاعت اللي جت في ايد حسام عبد المجيد يا عم انا مش هحسبها، انا جايه من في دماغه لايده. لكن العرقله بتاعت اللاعب الافريقي اللي دخل على اللاعب المهدي سليمان لما دخل وعرقل اللاعب وهو بيلعب، خد جسمه الزحلق وراح واخد جسمه، لا فيهاش حاجه دي. لا الزمالك ضد، ما وقعكش قبل كده ليه؟ خلاك تركب تاني الدوري ليه؟ لا بمجهودنا هنا. طب خسرنا، مؤامره هنا. يعني تكسب بمجهودك واعجاز وانجاز ومنحدر، تخسر تبقى مؤامره؟ يا جماعه شويه عقل وشويه
منطق يعني. لكن زي ما بقول لحضراتكم الفلوس دي بقى ليه؟ هل كل الانديه الاتحاد المصري لكره الطائره بيتسم بالمرونه معاها يعني؟ ما اعتقدش. الزمالك حاله خاصه، حاله فريده يعني. مباراة النادي الأهلي النهاردة والجونة هيكون حكما لهذا اللقاء أمين عمر، ومساعديه حكام راية محمود أبو الرجال وعماد فرج، وحكم رابع إبراهيم محمد، وعلى الفار عبد العزيز السيد، ومعاه أحمد صلاح. كل التوفيق للنادي الأهلي في هذه المباراة بإذن رب العالمين. النادي الاهلي طبعا وصل تدريباته الجماعيه بالامس استعدادا لمباراه الجونه. والنادي الاهلي بمناسبه شكوى نادي الجيش الملكي في الكاف ضد النادي الاهلي وجمهوره، النادي الاهلي تقدم هو الاخر بشكوى للاتحاد الدولي، للاتحاد الافريقي لكره، لجنه الانضباط بالكاف، لجنه الانضباط بالكاف في شكواه. طبعا ما انا مش هقعد بقى انت هتشتكيني وانا هقعد، لا انت هتشتكيتني، انت قلت هشتكيك، فكتر خيرك ان انت قلت هتشتكيني علشان ايه؟ ابقى برضو اقدم دفوعي واقدم الفيديوهات اللي متاحه عندي يعني. الاهلي ارفق في شكواه للجنه الانضباط بالكاف بسبب مباراه الجيش الملكي وجمهوره 8 فيديوهات. الفيديوهات بتوضح محاولات جمهور الجيش الملكي اقتحام السور الحديدي الخاص بارض الملعب، شفناها كلنا، الجمهور عايزين ينزلوا ارض الملعب. وكمان فيديوهات بتوضح محاولة اقتحام جمهور الجيش الملكي للسور الفاصل بينهم وبين جماهير النادي الأهلي، وده أدى إلى تدخل رجال أمن الاستاد تجاههم. ده الفيديوهات النادي الأهلي جاهزة. الأخ الهجاس طالع مع رؤى بيقول لك إيه؟ كل القرارات بتتاخد ضد نادي الزمالك، وهذه القرارات مش صدفة، لا ده ناس متعمدة ومقصودة 100%، بس محدش بيقدر يتكلم يعني. اتحاد الكرة فيه أشخاص قاعدين بس علشان يدوروا على حاجات تهد في نادي الزمالك. يقدروا يعملوا كده مع النادي الأهلي، بياخدوا إذن النادي الأهلي علشان يحددوا له مواعيد، والنادي الأهلي بيتصل وبيبقى كم اكاذيب. انا هنا عايز تاني بقول لك، انا مش، انا بقول الحق وما يهمنيش بقى حتى لو هتوقف تاني. انا هنا المجلس الاعلى للاعلام رساله تاني، اللي بيقول لك الاهلي بيتكلم عشان كانوا اجلوا لنا مباراه الاتحاد واحنا رايحين نلعب بعدها ب 48 ساعه في جنوب افريقيا، صن داونز اتغلبنا بتاعت 5. كانوا اجلوا لنا المباراه اللي لعبنا بعدها بيوم بعد 48 ساعه واحنا راجعين من تنزانيا، مباراه يانج افريكانز وصفر، وتعادلنا في مباراه البنك الاهلي. كنا اتكلمنا في هذا، لكن الناس شايفه قدامها يعني انت لو رجعت كده دخلت على جوجل شفت مباريات النادي الاهلي هتقدر موسم هيجيبوا لك الاهلي والزمالك التوقيتات بتاعتهم المباريات عامله ازاي. الاهلي اللي لما كان بيلعبوا الدوري، لما ضاع النادي الاهلي كان بيلعب بكل 48 ساعه ويقول لك اضغط النادي الاهلي، الاهلي عايزين نلعب مباريات المؤجله عشان نضغطه. ما كانش كانوا بياخدوا اذن النادي الاهلي، والنادي الاهلي عيب يا جماعه، مش ده اللي هتوقف بس عنده يعني، لازم تقف هنا عند المجلس الاعلى للاعلام. المجلس الاعلى للاعلام هنا بنطالبه يعني. إن كلام رضا عبد العال ده بيثير ازمات وبيثير فتنه وبيثير تعصب. الراديو بتاع نادي الزمالك، وعرضت لحضراتكم الفيديوهات اللي قالوها بعد مباراه الزمالك والخروج من كاس مصر على ايد سيراميكا 2-1، طلع اللي هو واحد اسمه جاليليو ولا معرفش اسمه ايه، واحد تاني طلع ايه، هذه المباراة مشبوهة مشمومة، هذا الحكم اتخذ قرار ضربة الجزاء بالتليفون، هذه المباراة وضربة الجزاء وهجوم وتجاوزات في اتحاد الكوره، في حق اتحاد الكوره وفي حق التحكيم، واتهامات للتحكيم ان هو بيتلقى اوامر عشان واتهامات بالفساد. مباراه مشبوهه ومشمومه. فين المجلس الاعلى للاعلام بقى؟ ما انتش فاضل للزمالك وقناه نادي الزمالك وراديو نادي الزمالك يعني. انت النهارده لو واحد بيكح تعالى ايقاف اسبوعين ولا ايقاف شهر، ما تظهرش، ممنوع من الظهور. انت سعادتك النهارده واحد بيقول لك مباراه مشبوهه ومباراه مشمومه، انت مستني ايه يا عمي؟ عايز تحقق في هذا الامر؟ المفروض قراراتك تطلع على طول بتحويل مش عارف مين للتحقيق، او المفروض رضا عبد العال تاني مره مصر ازمات والفتنه وفي التعصب، وبيكذب على النادي الاهلي زي كثيرا من الاعلاميين او كثير من الاعلاميين اللي بيكذبوا على النادي. سعادتك فين؟ الاستاذ خالد عبد العزيز فين؟ ولا دلوقتي المجلس الاعلى ما بقاش ليك دور ووزاره الاعلام هي اللي بقى؟ ما احنا مش فاهمين يعني. ما كانش في وزاره الاعلام بقى، كان في مجلس اعلى للاعلام والهيئه الوطنيه للاعلام. طب دلوقتي بقى في ضياء رشوان وزير الاعلام، خلاص بقت المجلس الاعلى للاعلام وما بقاش لكم صلاحيات ولا دور يعني؟ ولا
صلاحياتكم ودوركم بتغضوا الطرف عن كل حاجه تخص نادي الزمالك، سواء حد بيتكلم عن نادي الزمالك وبيهاجم الاخرين والانديه الاخرى، او حتى حد بيتهم اتحاد الكوره، بيتهم التحكيم بانه منحاز، بانه فاسد، بانه مشبوه، بانه مشموم يعني. لا حول ولا قوه الا بالله. بالنسبه لمارسيل كولر، المدير الفني للنادي، كابتن شوبير طبعا كان يتكلم في برنامجه بالامس وقال لك ايه، النادي الاهلي بيدفع بيدفع لثلاث مدربين رواتبهم، بيدفع رواتب لثلاث مدربين، مارسيل كولر والمدير الفني السابق ريبيرو، وبيدفع يستروب طبيعي، ما هو مش هنسخره، الراجل موجود معانا ولسه المدير الفني بتاعنا بياخد الراتب بتاعه معنا. لكن بالنسبه لريبيرو وبالنسبه لمارسيل كولر، كل اللي قاله الكابتن احمد شوبير خطأ. ليه؟ ريبيرو اتفق مع النادي الاهلي على 270,000 اللي هو الشرط الجزائي 3 شهور، رجع غير في اتفاقاته فقال لك اروح اشتكي توكل على الله. طالع لي واحد دلوقتي خبير زملكاوي يقول لك خبير في الفيفا مش عارف اسمه ايه، لكن الاهلي لا، الفسخ من طرف واحد حتى لو في شرط جزائي تدفع عقده يا راجل، وعلى الانديه انها تراضي وتحل باتفاق، مالكش دعوه اركن انت على جنب. ما هو لو انت فالح كنت نفعت كان نفع نفسه، ها، ما لو انت فالح كنت نفعت النادي اللي انت بتمثله يعني. دي حاجه يعني. النادي الاهلي مصر ومتمسك بموقفه، قال لك حتى الان هو ولا ما فيش اي نادي الاهلي، قال لك هو الراجل عايز يتراجع في الاتفاق اللي اتفقنا معاه، ها، واحنا متمسكين بالشرط الجزائي. والله هو عايز يروح يشتكي يتفضل، واحنا منتظرين اي حاجه او اي خطاب يجي لنا من الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا، المحكمه الرياضيه، واحنا جاهزين ب الرد. ده القصه بتاعت ريبيرو. قصه مارسيل كولر، كابتن شوبير قال لك بيدفع النادي الاهلي عقد مارسيل كولر وبيدي له راتب شهري، بيدفع راتب شهري. مصدر من النادي الاهلي قال لك هذا الكلام عاري تماما من الصحه. حتى فكره كمان ان احنا بنقسط وبندي له فلوس على اقساط، كنت قلتها لحضراتكم امبارح، قال لك الفكره كمان دي مش حقيقيه، بعض الناس قالوا فهموا خطا، وقال لك هذا الامر غير صحيح. احنا كل اتفقنا مع مارسيل كولر، عملنا تسويه مع مارسيل كولر، حصل على اثر هذه التسويه 790,000 دولار من 3 مليون دولار او حاجه زي كده، كان قيمه عقده بالكامل. عملنا معاه تسويه 790,000 دولار، وكل اللي بيتردد على انه بياخد عقده بالكامل، كل هذا الامر غير صحيح. ده كلام النادي الاهلي ردا على الامور اللي اثرها الكابتن شوبير بالامس يعني. احمد عبد القادر وبيراميدز، كلام كتير وان جيت للجد ما يلزمناش وهو حر. قصتنا انتهت مع احمد عبد القادر. النادي الاهلي كان كتب في عقده مع نادي الكارما ان الاولويه ليا، لو انا عايز لو اللاعب هيرجع لمصر الاولويه يعرض هذا اللاعب عليا اولا يعني. لكن زي ما بقول لحضراتكم الاهلي باع اللاعب للكارما، كلام كتير، بيراميدز يتدخل وبيعرض راتب خيالي على احمد عبد القادر. واحمد عبد القادر ما اعرفش، لما ممكن احمد عبد القادر وانا كتفه يعني. الناس اللي بتقول لك بيراميدز بيعرضه بعد ما مشي من النادي الاهلي، هو احمد عبد القادر لو كان كمل معايا لنهايه الموسم ومش عايز يجدد انا هكتفه؟ ما هيمشي زي رامي ربيعه، زي زيزو في الزمالك، زي الكلام ده كله يعني. لو هيروح بيراميدز، وبيراميدز كان ياخده بلوشي، بدل ما الكارما دفع مثلا 250,000 دولار للنادي الاهلي وياخد اللاعب بالست شهور او اقل من 6 شهور، ونادي بيراميدز يرجع يشتريه من اللاعب يعني. لكن حتى لو بيراميدز، هذا الكلام حقيقي، والبيراميدز عارض عليه 1,050,000 دولار، يعني تقريبا حوالي 50 مليون جنيه واكتر في الموسم، يعني 50 مليون واكتر، 55 مليون حقه. ولو بيراميدز عرض هذا، هو ما بقاش لاعب عندي، هو عادي جدا. انا ما عنديش عقده بقى بتاعت امام عاشور ابني وخدته ورجع عليك وخطفته كوبري، ما عنديش الكلام ده. انا اللي سايبه، لو انا عايزه كنت رضيته وقعدته يعني. الحكم محمد الصباحي اتكلم عن جزئيه مهمه جدا يعني، اتكلم عن الكابتن سيد عبد الحفيظ، واتكلم عن شخصيه النادي الاهلي. قال لك كنت بحكم ماتش بودكاست يعني، على قال لك ايه، كنت بحكم ماتش للنادي الاهلي وانبي، ولغايه الدقيقه 89 انبي متقدم 1-0 والاهلي مغلوب 1-0. حسبنا 7 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع بعد وقوف اللعب والكلام ده كله. قال لك وكان في ركله جزاء كمان للنادي الاهلي ما حسبتهاش بعد ما رجعت للفار. وقال
هنا اقسم، قال لك اقسم بالله لعيبه انبي بتقول لبعضها في قلب الماتش، بتقول لبعضها في قلب، ما هنتغلب. قال لك بقى ليه هنتغلب؟ قال لك الموضوع نفسي، لان النادي الاهلي بلس 90 وبيكسب بعد الدقيقه 90 بقت سائده عند الجميع، فلعيبه انبي مش مصدقه انها ممكن تكسب يعني. قال لك الاهلي قدر يسجل هدفين، رجع تعادل وكسب، وجاب هدفين في الدقيقه 92 والدقيقه 93. فالامر هذا الموضوع مهم جدا، وده من وجهه نظري كان احد ثوابت النادي الاهلي، شخصيته اللي بتتبني على مدار التاريخ من اللعيبه اللي طالعين من عندك شاربين شخصيتك من الناشئين. هؤلاء اللعيبه اصبحوا قله، ما بقوا حاله نادره موجودين عندك في الفريق. علشان كده الموضوع ده راح من النادي الاهلي، وبعض الانديه بقت بتتجرأ عليك يعني. كمان اتكلم عن شخصيه الكابتن سيد عبد الحفيظ الحكم محمد الصباح. قال لك سيد عبد الحفيظ من الناس المحترمه جدا، ومدير كرة ذكي، واذكى مدير كرة جه، عارف كل حكم بيتعامل معاه ازاي. قال لك ايه، مفنطنا كويس، مفنط الحكام كويس، عارف كل واحد بيتعامل ازاي، وعارف بيتعامل مع مين وايه، وبيتكلم ازاي، وبيتكلم بالارقام ويهزك يعني. هو واثق من نفسه، عارف في السنه الفلانيه اتحسب كام انذار، الحكم ده حكم لفلان عمل مش عارف ايه، حسب انذارات عليك عمل ايه، بيكلمك بالارقام يهزك، يخليك يعني تبقى قلقان وانت بتكلمه. مش عافيه ولا صوت عالي ولا لا 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 لا، شخصيه وذكاء. وده اللي دايما كنا بنقوله عن الكابتن سيد عبد الحفيظ. ربنا يوفقه ان شاء الله، ويوفق النادي الاهلي فيما هو قادم. كل التوفيق للنادي الاهلي، ورمضان مبارك عليكم، اول ايام رمضان المبارك اعاده الله عليكم وعلينا بالخير واليمن والبركات. شكرا على حسن المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.